السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، النهاردة احنا هنتعلم الجافا سكريبت. مش بس هنتعلم اساسيات اللغة، لا احنا كمان هنعمل مشروع كامل مع بعض بالجافا سكريبت وال HTML وحبة تنسيقات في CSS. طيب مبدئيا كده انا عاوز اقول لك على حاجة. انا مش هتكلم معاك بشكل رسمي، انا هتكلم معاك كأنك قاعد موجود معايا، او كأننا كده يعني ايه قاعدين على قهوة، يعني واحدة واحدة كده وخطوة خطوة هفهمك كل حرف وهفهمك كل حاجة ان شاء الله بإذن الله. طيب لو انت اول مرة داخل تتعلم الجافا سكريبت او داخل تتعلم البرمجة وشايف ان البرمجة دي حاجة صعبة او محتاجة الشخص يكون عبقري، فاحب اقول لك ان المعلومة دي غلط. انا مش عارف مين اللي قالك انها صعبة، يعني مين انت جبت المعلومة دي منين؟ انا مش فاهم. البرمجة من اسهل الحاجات اللي ممكن تقابلها في حياتك، والجافا سكريبت بالاخص. تمام؟ فلو انت شايفها انها تقيلة عليك ومنتش قادر تفهمها فما تقلقش، يعني سيب الحتة دي عليا، سيب الفهم على الله وعليا، وانت بس عليك تطبق معايا اللي هقولك عليه تعمله، وان شاء الله بإذن الله هتطلع من الفيديو ده عندك خلفية محترمة عن لغة الجافا سكريبت، وان شاء الله بإذن الله تقدر تطبق عليها. طيب احنا ليه نتعلم جافا سكريبت اساسا؟ اشمعنى اللغة دي؟ ببساطة اللغة دي داخلة في مجالات كتيرة جدا. يعني انت باللغة دي تقدر تعمل تطبيقات للتليفون، تقدر تعمل برامج للديسكتوب، تقدر تعمل ألعاب، تقدر تعمل حاجات كتيرة. يعني انا مثلا هديك مثال تطبيقات معمولة بالجافا سكريبت. عندك مثلا فيسبوك ده اصلا معمول بالجافا سكريبت وال HTML واحنا هنستخدمهم النهاردة. تمام؟ عندك مثلا محرر الاكواد اللي هنستخدمه في الفيديو ده واللي هنشتغل بيه معمول برضه بالجافا سكريبت. فتخيل انت بقى تقدر تعمل ايه بالجافا سكريبت دي. فمن غير ما نطول ومن غير ما نشرح كتير، خلينا نبدأ على طول عشان الوقت برضه الفيديو ان شاء الله الفيديو ده هيبقى طويل، فمش عاوزين نطول فيه. فبسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله. اول حاجه هنعملها مع بعض ان احنا هننشئ فولدر فاضي. الفولدر فاضي ده ممكن تحطه تعمله على سطح المكتب، ممكن تحطه في اي مكان انت عايزه. تمام؟ لو عاوز تحطه على سطح المكتب انا ما عنديش مشكله. عايز مثلا تخش على ماي كمبيوتر او زيس بي سي وتختار اي بارتيشن من عندك من هنا وتحطه تعمل فولدر فاضي، انا برضو ما عنديش اي مشكله. طيب انا على سبيل المثال اخترت البارتيشن ده وهعمل نيو فولدر. سمي الفولدر ده زي ما انت عايز. انا على سبيل المثال لو سبت نيو فولدر هنا ما عنديش مشكله، انا مثلا على سبيل المثال هسميه ستارت. تمام؟ اسم الفولدر مش هيفرق معانا، المهم الملف من جوه يبقى فاضي كده بالشكل ده. خلاص، هنسيب الفولدر ده اللي احنا عملناه دلوقتي ونروح لتاني حاجه، وان احنا ننزل محرر الاكواد اللي هنشتغل من عليه. طيب هنروح في البحث كده وهنكتب VS كود اللي هو فيجوال ستوديو كود. تمام؟ هنكتب VS كود وهنضغط انتر. تمام؟ وهننزل لتحت شوية كده. هو ظهر معايا في تاني نتيجة، ممكن هو يظهر معاك في اول نتيجة زي ما يظهر معاك. تمام؟ هو ده اللي احنا عايزينه. تمام؟ هنضغط عليه ضغطة. تمام؟ وهنبدأ نضغط على داونلود تاني. تمام؟ هنضغط على داونلود فورورد من هنا. تمام؟ هيبدأ يحمل معاك على طول. طيب انا كنت محمله قبل كده فمش محتاج ان انا احمله تاني. خلاص، بعد ما هيحمل معاك هنروح تسطب البرنامج او هتسطب محرر الاكواد بتاعك. هو هينزل معاك زي في المكان اللي هينزل فيه. تمام؟ هتضغط عليه ضغطتين. انا مش محتاج يعني اقول لك تثبته ازاي. هو نيكست، هتعمل اكسبت. تمام؟ وبعدين هتضغط نيكست وبعدين مثلا كرييت ديسكتوب ايكون دي، وبعدين نيكست وبعدين انستول، وهتستنى اما يخلص الانستول بتاعه. تمام؟ انا كنت مسطبه قبل كده فمش محتاج ان انا اسطبه تاني برضه، انا هلغي التسطيب. تمام؟ بعد ما هتسطبه هيظهر معاك الشورت كات بتاعه هنا، هتبدا تفتحه معاك على طول، هيشتغل معاك ان شاء الله باذن الله. طيب هيظهر معاك بالشكل ده. طيب احنا فاضل لنا حاجه واحده هنا هنعملها كمان ونبقى كده خلصنا من التحميل ومن التثبيت. هنيجي كده في الشمال من هنا. تمام؟ هتيجي على اخر واحده الاكستنشن، هنضيف اضافه هتساعدنا في الشغل وهتسهل علينا الشغل. خلاص، هنيجي كده على اكستنشن في الشمال في الاخر كده اكستنشن، وبعدين هتكتب في البحث ده لايف سيرفر. خلاص، هتكتب لايف سيرفر. هي ظهرت معانا اهي. تمام؟ اول واحده هنضغط عليها كده هتظهر معانا بالشكل هنا، هتضغط انستول. تمام؟ وبعدين هتنتظر لحد ما تتثبت الاضافه. المفروض بعد ما تتثبت الاضافه
هيظهر معاك في الزاويه هنا لما اطرح الماوس مع حضرتك شايف هنا هيظهر معاك في الزاويه هنا كلمه جو لايف. تمام. لو ما ظهرتش بعد ما يخلص تثبيت لو ما ظهرتش معاك هتحتاج ان انت تقفل البرنامج وتفتحه تاني، هتحتاج ان انت تقفل فيجوال ستوديو كود وتفتحه تاني. فهننتظر مع بعض شويه كده ونشوف. هي دلوقتي خلص دلوقتي التثبيت وظهرت معايا هنا اهي جو لايف. خلاص يبقى احنا كده ثبتنا الاضافه وثبتنا وسطبنا البرنامج اللي هو بتاع فيجوال ستوديو كود معانا. خلاص لو دي ما ظهرتش معاك هتقفل البرنامج وترجع تفتحه تاني. ومش محتاج اقول لك لو ظهر لك اي صلاحيات توافق عليها، ما تقلقش من اي حاجه. خلاص كده يبقى احنا خلصنا البيئه بتاعتنا وحضرنا كل حاجه. هنيجي كده على فايل من هنا تمام ونختار اوبن فولدر. هنختار اوبن فولدر، هنفتح الفولدر اللي احنا لسه عاملينه. مش احنا عملنا فولدر فاضي وسميناه ستارت؟ انت تختار المكان اللي انت انشأت فيه الفولدر، سواء عملته على البارتيشن عملته على سطح المكتب، في المكان اللي انت عامله فيه هتختار الفولدر بتاعك كده، هتحدده كده وبعدين تعمل سيلكت فولدر. تمام. زي ما حضرتك شايف كده هو فتح الفولدر هنا الاسم اللي انا سميته ستارت هو فتح معانا هنا كده. تمام. انا لما اجي افتحه من هنا ثاني كده خلاص الفولدر ده ما فيهوش اي حاجه جوه. خلاص اول حاجه هنعملها مع بعض ان احنا هننشئ ملف HTML او هننشئ صفحه HTML. هننشئها ازاي؟ هنيجي من على فايل من هنا وهنضغط على نيو فايل وبعدين هنكتب اسم الملف، هنعمل مثلا اندكس وبعدين هنعمل الامتداد بتاعه .html. الامتداد ده مثلا لو انت عاوز تعمل ملف مثلا تكتب فيه كود جافا سكريبت بس فبتعمل .js، لو عاوز تعمل ملف تكست فهتعمل .text. ما تقلقش احنا واحنا شغالين هتفهم ده كله ان شاء الله. طيب هنكتب اوكي وبعدين هنضغط كرييت. طيب ده ملف فاضي، لما بنضغط عليه كده وحددنا مثلا لازم المؤشر يبقى شغال هنا، وهنيجي من لوحة المفاتيح بتاعتنا هنضغط على شيفت ورقم 1 وبعدين او علامة الاي وبعدين هنضغط انتر. طيب بص يا سيدي، انا الاول بس كده عاوز اكبر لك الدنيا عشان حضرتك تبقى شايف. هنضغط كنترول وشيفت وايكوال كمان مره، كنترول وشيفت وايكوال. انا حاسس ان انت كده بقى تمام اكيد شايف كده، وبعدين بس هاخد ده عشان اعرف اشرح لك. لا كنترول وزد. تمام هنحط تاب. طيب بص يا سيدي، مبدئيا كده اللي ظهر قدامك ده صفحه HTML فاضيه. تمام. يعني ايه صفحه HTML فاضيه؟ بص يا شباب، لو احنا مثلا دخلنا كده على المتصفح اللي ظهر قدامك دي صفحة HTML. تمام. اللي ظهر في النيو تاب دي اللي ظهر قدامك ده HTML. لو جينا على اكسبريس من هنا الصفحة اللي ظهرت قدامك دي الصفحة دي صفحة HTML. خلاص اعتقد ان انت كده فهمت يعني ايه صفحة HTML. طيب اول سطر هنا معانا انا هشرح لك كل حاجه خطوه خطوه ان شاء الله. اول حاجه انا عاوزك تسيب السطر ده بس كده على جنب، اركنه على جنب وهنرجع له ان شاء الله باذن الله نشرحه تاني. طيب مبدئيا كده شايف علامه الاصغر منه والاكبر مني دي اعتبرها كاقواس بنستخدمها، ما تعقدش الدنيا على نفسك، الموضوع مش معقد ولا حاجه. طيب ايه اللي بعد القوس ده؟ HTML. انا لسه قايل لك ايه هو HTML. طيب ايه بعدها ايه كلمه لانج دي؟ لانج دي اختصار لكلمه لانجويج، ولانجويج يعني لغه، يعني من الاخر لانج دي باختصار لكلمه لانجويج اللي هي اللغه. يعني انت بتقول للمتصفح ان يا متصفح ان صفحه HTML دي باللغه ايه ان دي اختصار لكلمه ايه؟ انجلش. يعني انجلش يعني باللغه الانجليزيه. يعني السطر ده كله على بعضه انت بتقول للمتصفح يا متصفح ان الصفحه دي باللغه الانجليزيه. خلاص. طيب كده خلاص. لا تعالى مثلا نمسح الحته دي عشان افهمك على حاجه. دلوقتي انت عملت ده كله على بعضه كده اسمه وسم، او تعالى كده مثلا نمسح دي كمان. تعالى نمسح دي بس كمان عشان عاوز افهمك حاجه. ما تقلقش ده كله HTML مش جافا سكريبت، عشان لو مش فاهم ما تقلقش. طيب ده على بعضه كده وسم. الوسم ده لازم تقفله. يعني شوف الوسم مكتوب ازاي، ده كده وسم. عشان تقفله بالطريقه دي. طيب بتعمل القوس بتاعك وبعدين السلاش ده وبعدين تكتب اسم الوسم بتاعك وبعدين تقفله. طيب دي كده صفحه HTML. تمام. ده كده احنا عملنا الوسم بتاعنا وقفلناه. تمام. طيب جوه الوسم ده بتكتب الاكواد الخاصه بالوسم ده. طب دي صفحه HTML، ايه الاكواد الخاصه بيها؟ لو عملنا كمان كنترول وزد كمان مره. طيب ده الاكواد الخاصه بيها اللي بيظهر في صفحه HTML دي حاجتين، حاجه اسمها الهيد
وحاجه اسمها البادي. يعني ايه الهيد ويعني ايه البادي؟ ببساطه الهيد اللي هو راس صفحه ال HTML، والبادي اللي هو جسم صفحه ال HTML. من اساميهم يعني الموضوع مش محتاج شرح. وما تقلقش لو انت ما انتش فاهم حاجه، ما تقلقش، احنا لسه ما شرحناش اي حاجه في الجافا سكريبت. ده HTML، انا بس بعرفك ده عشان اعرفك احنا فين بنكتب كود الجافا سكريبت. طب احنا فين بنكتب كود الجافا سكريبت؟ احنا بنكتب كود الجافا سكريبت ممكن في البادي من هنا، ممكن في البادي من هنا نكتب كود الجافا سكريبت، او ممكن في الهيد هنا نكتب كود الجافا سكريبت. طيب نكتبه ازاي؟ نكتبه بين الوسم سكريبت. يعني مثلا انا لو جيت في البادي هنا وكتبت عاوز اكتب كود جافا سكريبت، فلازم نعمله وسم. مش انا اتفقت معاك ان انت مثلا لما بتيجي تفتح وسم لازم تقفله؟ اللي هو مثلا احنا فتحنا هنا الهيد ده وسم، فقفلنا الهيد اهو خلاص. لو احنا عاوزين نعمل كود جافا سكريبت فبنعمل وسم اسمه سكريبت وبنقفله جوه الهيد، تمام؟ لان الاكواد اللي جوه الهيد بتبقى خاصه بالهيد، والاكواد اللي جوه البادي بتبقى خاصه بالبادي. تعالى مثلا انا هعمل الجافا سكريبت، الوسم بتاع السكريبت بتاعي جوه البادي، بعمله ازاي؟ بالراحه جدا، بكتب سكريبت وبعمل وسم سكريبت، تمام؟ وبعدين بقفل الوسم بتاعي. خلاص انا كده عملت وسم السكريبت بتاعي وقفلته. في المكان ده يا شباب بص، هنا كده بكتب اي كود جافا سكريبت ليا، تمام؟ اي كود. تعالى مثلا انا مثلا اعمله ايه، تعالى كده يا مان انتر، تعالى ايه نكتب مثلا اي كود تجريبي هنا، ما تركزش في الكود اللي انا هكتبه. تعالى مثلا خد بالك انا عملت الوسم وقفلته، هو الوسم ده يعني كود الجافا سكريبت موجود جوه البادي. خلاص انا بفتح الوسم واقفله جوه البادي. لو فتحت الوسم بتاعي جوه الهيد فبفتح الوسم واقفله جوه الهيد، ومن اسمه سكريبت معناه ان انت هتكتب كود بتاعك جافا سكريبت. فانا مثلا نكتب هنا، هنكتب كود وما تركزش فيه، انا ما تركزش في اللي انا هكتبه. خلاص دوت تمام. وانا مثلا نعمل هلو مثلا، هلو، تمام. وبعدين هنعمل فاصله منقوطه او السيميكولن بتاعتنا. بص يا سيدي ده كده كود جافا سكريبت. طيب تعالى كده ايه نسيف، تعالى كده نسيف كنترول واس، وبعدين هو هنا شغال. تعالى مثلا نعمل كده، فاكرين الاضافه اللي احنا ضفناها اللي هي بتاعت جو لايف؟ هنضغط عليها من هنا. اول ما نضغط من عليها هيفتح لنا المتصفح بتاعنا. شوف هو طبع لنا فيها هلو هنا اهي، هي صغيره فعلا بس هو طبعها لنا فعلا هنا اهي. خلاص طيب احنا هنا ممكن ناخد نفس الكود من هنا. لو احنا مثلا مسحنا، لو احنا عملنا كده قط، لو احنا مثلا عملنا كده قط وعملنا مثلا كنترول واس، تعالى كده نرجع، مفيش كلمه هلو اتمسحت. طيب تعالى كده نحطها في الهيد، على هنحط السكريبت بتاعنا في الهيد. تعالى كده هنعمل كنترول وفي اهو. طيب احنا كده عملنا السكريبت بتاعنا فين؟ عملنا السكريبت بتاعنا في الهيد. خلاص احنا كده عملناه، فتحنا السكريبت وقفلناه في الهيد بتاعنا اهو. خلاص طيب تعالى كده نعمل كنترول واس، هنفتح كده المتصفح بتاعنا، ظهرت معانا. فاحنا ببساطه نقدر نكتب كود الجافا سكريبت بتاعنا في البادي او في الهيد. طب نقدر نكتبه في حته تانية ممكن نعمل ملف نكتب فيه كود الجافا سكريبت بتاعنا. ممكن نضغط على فايل كده ونضغط على نيو فايل ونكتب مثلا اي اسم، مثلا وليكن مثلا اس تي مثلا، اي حاجه مثلا وبعدين نكتب دوت جي اس، تمام. انا بكتب الامتداد دوت جي اس عشان انا هكتب ملف فيه اكواد جافا سكريبت بس، وبعدين هضغط كرييت. طيب تعالى كده ناخده من ال HTML اللي من هنا، ناخده الكود ده كت خلاص من هنا، نشيله من هنا كت ونحطوه هنا بسط. هنحطوه مثلا هنا اقفل ده خلاص، هنحطوه من هنا كنترول وفي. طيب وبعدين هنسيفه، وبعدين هنروح هناك نسيفه. طيب هو كده الكود ده هيتنفذ؟ الكود ده كده مش هيتنفذ. ليه؟ تعالى كده بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش كلمه هلو هنا خالص اهي. خلاص تمام ما تنفذش. طب ليه؟ لان احنا ما ربطناش الملف اللي احنا عاملينه ده اللي فيه الاكواد اللي هنا، ما ربطناهوش هنا. نربطه ازاي؟ شايفين الوسم سكريبت اللي احنا عاملينه ده؟ طيب شايفين هنكتب، شوف انا هاجي فين، وهكتب، هعمل مسافه بس صغيره كده وهكتب اس ار سي بتساوي ايه؟ احنا الملف اسمه ايه؟ اس اس تي جي اس. بص هقول لك على حاجه، انت بتقول لي السكريبت بتاع الجافا سكريبت انت هتروح للسورس، الاس ار سي دي اختصار للسورس او المصدر، فانت هتروح للمصدر ده، انت هتروح للمصدر ده
هتلاقي فيه اكواد نفذها لي. فببساطه انت بتقول له روح للمصدر ده، انت روح للسورس المصدر ده هتلاقي فيه اكواد نفذها لي. اكنك بالظبط كاتب الاكواد بتاعتك فين؟ اكنك بالظبط كاتب الاكواد بتاعتك بين السكريبت هنا، بين وسم سكريبت. خلاص، فتعالى كده نعملها كنترول واس، واحنا كده عملنا كنترول واس. تعالى كده نشوفها كده. شوف هلو اشتغلت معانا. يعني ده الهلو ده بتاعت الكود ده هنو، الهلو دي بتاعت الكود ده اللي احنا عاملينه في الملف. خلاص يا شباب. طيب انا دلوقتي لو انت ما انتش فاهم حاجه مش عاوزك تقلق، انا كل اللي انا عايز افهمه لك الاماكن اللي احنا بنكتب فيها كود الجافا سكريبت. وزي ما فهمتك ان احنا بنكتب الكود الجافا سكريبت يا اما في البادي، يا اما في الهيد، يا اما في ملف منفصل، وممكن كمان نكتبه في الكونسول الخاص بالمتصفح يا شباب اللي بنوصله من خلال الانسبكت. طيب ده الكونسول اللي فتح. تمام، احنا دلوقتي كده بنروح للكونسول من هنا، او ممكن مثلا نتك على الثلاث نقط دي ونخليه لم تحت هنا كده. تمام، ونختار الكونسول هنا يا شباب. احنا بنقدر نكتب اي كود للجافا سكريبت. تمام، ده الكونسول الخاص بالمتصفح. تمام. طيب لو مش فاهم اي حاجه ما تقلقش، زي ما قلت لك انا كل اللي عاوزك تعرفه دلوقتي الاماكن اللي احنا بنكتب فيها كود الجافا سكريبت. احنا ممكن نكتبها في ملف، ممكن نكتبها في البادي، ممكن نكتبها في الهيد. تمام، ممكن نكتبها كمان في الكونسول. طيب ايه اللي بعد كده؟ طيب فاكر الكلمه دي، السطر ده قلت لك سيبه بعدين احطه على جنب انا اشرح لك بعدين. طيب ايه ده دوكيومنت تايب HTML. دوك تايب HTML. طيب يعني نوع HTML اللي احنا عارفين. والدوك يعني ايه؟ دوك اختصار لكلمه دوكيومنت. يعني ايه دوكيومنت؟ تعالى كده بقى بالراحه. شايف الملف؟ شايف الكود اللي انا قلت لك ما تركزش فيه؟ شايف الدوكيومنت دي؟ هو ايه الدوكيومنت دي؟ بص ببساطه، انت دلوقتي لما بتروح تعمل ملف HTML انت بتروح للبراوزر كده. اول ما البراوزر اللي هو البراوزر ده يشوف صفحه HTML فبيعمل لك حاجه اسمها دوكيومنت. ومن غير ما تصعبها على نفسك انا عايزك تعتبر ان الدوكيومنت ده عباره عن وعاء. الوعاء ده بنحطه فيه صفحه HTML. يعني ببساطه كده الدوكيومنت ده عباره عن وعاء البراوزر عاملهن انشأهن. اول ما شاف صفحه HTML قال لي خلاص انا حضرت لك الوعاء وحطيت لك فيه صفحه HTML. يبقى الوعاء ده اللي هو الدوكيومنت، وحط لي جوه الوعاء ده صفحه HTML. يعني انا من خلال الدوكيومنت ده بقدر اوصل HTML. انا لما اقول له دوكيومنت كده معناه بقول له دوت، دي معناها روح جوه الدوكيومنت ده. طب جوه الدوكيومنت ده ايه؟ انا مكتب دوكيومنت وبعدين كلمه دوت دي معناها روح جوه الدوكيومنت. طب انا مش لسه قايل لك ان الدوكيومنت ده اعتبره وعاء، والوعاء ده حطينا جواه صفحه HTML؟ يبقى انا بقول له ايه؟ دوكيومنت دوت روح جوه الدوكيومنت ده. هو اول ما يروح لجوه الدوكيومنت ده هيلاقي ايه؟ هيلاقي صفحه HTML، لان هو ببساطه المتصفح عامل لنا دوكيومنت وحطينا جواها صفحه HTML بتاعتنا. طيب هنستفاد ايه بالدوكيومنت ده؟ الدوكيومنت ده عباره عن امر. الدوكيومنت ده عباره عن ايه؟ امر في الجافا سكريبت بنقدر من خلاله نوصل لصفحه HTML، نتحكم فيها، نضيف حاجه فيها، نعمل كل حاجه من خلاله. طيب انا دلوقتي مثلا تعالى مثلا كده نجرب. تعالى مثلا هنا مثلا في البادي اللي هو ده يا شباب، اللي هو بتاع الصفحه من هنا. تعالى كده نعمل عنوان. انت مثلا لما بتخش على صفحه مثلا على تطبيق فيسبوك مثلا، مش بتلاقي كلمه فيسبوك كده مكتوبه بالخط العريض الكبير كده؟ ده اسمه عنوان الصفحه. طب عنوان الصفحه بيتكتب ازاي؟ بيتكتب داخل H1 وسم H1. الوسم H1 بتعمل ازاي؟ بتعمله كده زي اي وسم عادي وبتعمل H1. تمام، وبعدين بتقفل الوسم بتاعك، وبين الوسم بتاعك هنا كده بتكتب العنوان بتاعك. تعالى كده نكتب مثلا اي عنوان هنا. تعالى مثلا نكتب جافا سكريبت مثلا، JS سكريبت مثلا وهنكتب وهنقوم ايه مسيفين وهنقوله كده كنترول واس. تعالى كده نبص، شفت ظهر معانا فين؟ ظهر معانا بالشكل الكبير كده زي فيسبوك كده، فاهمني؟ جافا ده العنوان بتاع الصفحه. طيب احنا هنا انشأناه من خلال HTML، صح؟ عملنا H1 في البادي وانشأناه. طب احنا نقدر نعمل ده
من خلال الجافا سكريبت؟ ايوه نقدر. تعالى كده، تعالى نمسح الاتش 1 خلاص ده من هنا كده، هنقوم عاملينه كده ونقوم عاملين له ديليت خلاص اهو. احنا كده عملنا ديليت وقمنا مسيفين كمان اهو، وعملنا كنترول وسيف سيفنا اهو. تعالى كده بلش جافا سكريبت. تعالى بص بقى هنا انا بقول له ايه؟ اكتب لي الكلمه دي هناك. انا بقول له روح للدوكيومنت، انا قلت له دوكيومنت يعني روح للوعاء، والوعاء ده جواه صفحه الاتش تي ام ال دي كلها خلاص، واكتب لي فيه هلو. وهو فعلا كاتب لي فيها هلو اهو. لو تلاحظ معانا كلمه هلو هنا ما لسه مكتوبه اهي. طيب احنا مش عاوزين نعمل هلو، احنا عاوزين نعمل اتش 1 اللي هو عنوان للصفحه. طيب هنعملها ازاي؟ هنقول له دوكيومنت برضه، هنسيب دي زي ما هي عادي خلاص اهيت، ونكتب دوكيومنت. هنكتب دوكيومنت ماشي دوت مثلا رايت برضه. بص مش عايزك تصعب الدنيا على نفسك، الموضوع كله بسيط. وهتكتب كده الاقواس بتاعتك هنا، هتكتب الاقواس وبين السنجل علامتين التنصيص، بين علامتين التنصيص دي هتكتب الاتش 1 بتاعك. هتفتح الاتش 1 بتاعك عادي خلاص اكنك بتفتحه فين في الاتش تي ام ال. هتعمل اتش 1 وهتقوم قافل البتاع بتاعك، وهتقوم عامل هتقوم قافله تاني. احنا كده عملنا الوسم الاولاني، هنقفل الوسم بقى تاني، وهنعمل سلاش، وبعدين هنعمل اتش 1، وبعدين هنقفله خالص، وبعدين هنا هنكتب العنوان بتاعنا. هنتعالى مثلا نكتب هنا مثلا احمد مثلا، حاجه مختلفه يعني خلاص. طيب احنا هنا كتبنا عملنا اتش 1 وهنعمل برضو على السينيكولم. الفاصله المنقوطه دي المفروض تبقى في كل سطر انت بتكتبه عندك في الجافا سكريبت خلاص. طيب احنا كده عملنا انشأنا العنصر من خلال الدوكيومنت ده، لان الدوكيومنت المتصفح او البراوزر انشأ لنا دوكيومنت، وقال لنا ان الدوكيومنت ده يا عم اعتبره وعاء، والوعاء ده انا حاطط لك فيه صفحه الاتش تي ام ال، ومن خلال الوعاء ده انت تقدر تتحكم في صفحه الاتش تي ام ال، تنشئ عنصر زي الاتش 1، تعمل اي حاجه فيها، تتحكم في صفحه الاتش تي ام ال كلها خلاص. فانت من خلال امر الدوكيومنت فانت بتوصل للدوكيومنت. طب الدوكيومنت ده موجود فين؟ موجود في البراوزر. ما انا قلت لك البراوزر هو اللي عمل لنا الدوكيومنت، وفي الدوكيومنت ده حطينا صفحه الاتش تي ام ال، يعني صفحه الاتش تي ام ال دي موجوده جوه الدوكيومنت اللي البراوزر عاملهن. والدوكيومنت ده احنا بنوصل له من خلال الامر دوكيومنت، وبنوصل للاتش تي ام ال، صفحه الاتش تي ام ال من خلال الامر دوكيومنت خلاص. انا حاسس ان انت كده يعني مش عارف اشرحها لك بطريقه تانية والله. طيب هو كده عمل لنا انشأ لنا اتش 1. تعالى كده نشوف هو فعلا الامر ده هيشتغل، هيعمل لنا فعلا عنوان. تعالى كده احنا هنا شايفنا ان شاء الله، هنتك كنترول ويس برضو. تعالى كده نفتح الصفحه، شوف احمد فين. احمد هنا مكتوبه ك اتش 1 ماشي. تعالى كده لو رحنا على اليمنت هنا تمام، هو هنا اصلا الكلام صغير انت مش هتشوفه، وانا مش لسه هكبر لك يعني، خلينا في الكونسول وخلاص. مش الاتش 1 بتظهر كعنوان كبير؟ طب شوف الهلو مكتوبه بصغير ازاي، ده اتش 1 تمام. احنا انشأناه من خلال الجافا سكريبت من خلال امر الدوكيومنت تمام. طيب الكونسول، طيب انا دلوقتي لو انت بتطبق معايا، لو انت بتكتب دوكيومنت دوت رايت وبتعمل كده، ده كويس مش وحش تمام، كويس جدا. بس هو يعني ايه، لو انت لسه مش فاهم فما تقلقش برضه، هنعد على ده تاني. طيب دلوقتي الكونسول اللي هو ده يا شباب، نقدر نتحكم فيه. احنا دلوقتي بنقدر نتحكم في ال HTML او في صفحه ال HTML من خلال الامر الدوكيومنت خلاص. بنقول له دوكيومنت دوت وبنعمل الامر اللي احنا عايزينه تمام. طيب الكونسول ده بنقدر نتحكم فيه؟ ايوه برضو بنقدر نتحكم فيه. هنقوله كده بالراحه خلاص كونسول. اول ما بنديله الامر كونسول فهو بيفهم ان انت ايه عاوز تروح هنا، فالكونسول ده، فاول ما بتضغط دوت دي معناها جوه الكونسول ده هتعمل ايه. الكونسول ده جواه اوامر كتير، فانت مثلا ممكن تعمل ايه. خلينا مثلا في امر الطباعه هنقوله مثلا دوت لوج دي بتمكننا ان احنا نكتب اي جمله في الكونسول هنا، بتمكننا ان احنا نكتب اي حاجه نطبع اي حاجه في الكونسول هنا. تعالى مثلا نطبع مثلا اي كلمه، مثلا تعالى مثلا نطبع مثلا هلو مثلا تاني مثلا، خلينا بقى في هلو دي اخر السنه تمام. وبعدين نحط فصلات المنقوطه بتاعتنا. تعالى نعمل كده كنترول واس
تعالى كده نروح كده للمتصفح بتاعنا. شوف طبع لنا كلمه هلو هنا فين اهي، طبعنا اهي. انا عارف ان الخط صغير بس انا هحاول اكبره لك دلوقتي. طيب مطبوع هنا كلمه هلو في الكونسول، هو طبعنا فين؟ في الكونسول. طيب هقدر اعمل اي حاجه في الثانيه في الكونسول؟ ايوه، ما هو الكونسول ده اوبجكت وجواه اوامر، ما تركزش في الكلام الاوبجكت اللي انا قلتها دلوقتي. هو الكونسول ده جواه حاجات نقدر نعمل فيه حاجات كتير. تعالى مثلا نكتب كونسول، هنكتب مثلا كونسول ماشي، وهنكتب دوت مثلا ايرور مثلا. الايرور ده يا جماعه يعني مثلا لو انت عاوز تعمل رساله خطا، ودي بتفرق عن اللوج دي بتمكننا ان احنا نكتب جمله عاديه، لكن الايرور ده بيمكننا ان احنا نكتب رساله خطا. ازاي؟ هوريك الفرق دلوقتي. تعالى مثلا كده نكتب مثلا تيست مثلا، تيست ثانيه واحده، تيست، وتعالى نعمل الفصله المنقوطه. تعالى كده نعمل كنترول وسيف. تعالى كده نروح للصفحه. شوف التيست هنا ظهرت معانا ازاي، في علامه اكس فرحه هنا. لو تلاحظ هنا التيست ظهرت وفي علامه اكس هنا، لكن الهيلو انطبعت عادي ما فيش اي مشكله. دي رساله خطا. لو انت مثلا بتكتب كود مثلا وعاوز في حاجه غلط مثلا لو حصلت بتعملها من خلال امر الكونسول. تمام. طيب ايه اللي نقدر نعمله تاني؟ طيب احنا دلوقتي عرفنا الدوكيومنت وعرفنا الكونسول. الدوكيومنت موجود فين؟ موجود جوه البراوزر، والدوكيومنت ده جواه صفحه اصلا، جوه هو وعاء، والوعاء ده جواه صفحه ال HTML. يعني ببساطه البراوزر انشأ لنا وعاء وحط لنا جوه الوعاء ده صفحه ال HTML، ويبقى الوعاء اللي هو الدوكيومنت وال HTML دول فين؟ في البراوزر. تمام. طيب الكونسول فين؟ الكونسول برضه في البراوزر. الكونسول احنا شغالين في البراوزر. طيب طالما الكونسول والدوكيومنت في البراوزر، طيب احنا نقدر نتحكم في حاجه تاني. طيب هما دلوقتي في البراوزر، الدوكيومنت ده في البراوزر والكونسول ده في البراوزر. طب احنا نقدر نتحكم في البراوزر كله ذات نفسه، يعني نقدر نفتح تاب جديده من البراوزر من خلال الامر، نقدر نعمل اي حاجه في البراوزر من خلال الجافا سكريبت. تعالى مثلا كده نفتح مثلا رساله هنا، مثلا نخلي البراوزر يفتح لنا مثلا رساله تحذير هنا او اي حاجه. تعالى مثلا هنقوم عاملين كده من خلال ايه؟ من خلال امر ويندو ده بيمكننا ان احنا نتحكم في البراوزر، بيحكمنا ان احنا نتحكم في كل حاجه في لغه الجافا سكريبت، في اوامر كل اللغه. هفهمها لك دلوقتي ويندو هنقوله مثلا، انا عملت ويندو، ايوه دلوقتي الامر ويندو. تمام. هنعمل ويندو دوت اليرت ده بيخلينا، بيسمح لنا ان احنا نظهر اليرت من هنا كده، يظهر لنا اليرت من البراوزر يظهر لنا اليرت في اي رساله احنا نكتبها. تعالى مثلا نكتب مثلا في الرساله دي اي حاجه. تعالى مثلا نكتب كده، تعالى نكتب مثلا كده هلو يوزر مثلا. هنكتب مثلا ايه؟ هلو يوزر مثلا، يوزر، وهنكتب السينكولون بتاعتنا. طيب تعالى كده نعمل كنترول واس. تعالى كده نفتح المتصفح. شوف الاليرت ده جاي من البراوزر ذات نفسه، من المتصفح ذات نفسه. احنا كده اتحكمنا في المتصفح اصلا. تعالى كده نتك اوكي. خد بالك الصفحه دي مش هتحمل الا لما ايه؟ الا لما تضغط على الاليرت ده. اوكي شفت اتحملت. تعالى كده نعمل تاني كده، الاليرت ظهر. تمام. الاليرت ظهر. تمام. هل يوزر. خلاص احنا كده بنتحكم في الايه؟ في الويندو. طيب في المتصفح. طب احنا طالما الويندو ده بنقدر نتحكم في المتصفح كله، طب بما ان المتصفح ده جواه صفحة ال HTML وجواه الكونسول، هل احنا نقدر نتحكم في الكونسول وصفحة ال HTML من خلال الويندو؟ ايوه، ما انا مش انا قلت لك ان احنا بنتحكم في المتصفح كله من خلال امر الويندو؟ احنا بنتحكم في المتصفح كله من خلال امر الويندو، فاحنا نقدر نتحكم في الدوكيومنت اللي هو صفحه ال HTML والكونسول اللي هو اصلا في المتصفح، وكل ده في المتصفح. طيب من خلال الويندو نقدر نتحكم في كل حاجه. طيب تعالى كده نكتب مثلا ويندو. هنكتب مثلا ويندو وهنيجي مثلا ايه؟ دوت وهنيجي مثلا نكتب مثلا كنترول سي كنترول في. طيب تعالى كده، هو هنا
مش ده الامر اللي كتب فيه اللو، اللي طبع لنا فيه اللو، اللي هو طبع حالنا هنا كده. طيب تعالى كده، هو هنا نفس الامر هيشتغل. ايوه هيشتغل. تعالى مثلا نعمل هنا هلو 2 مثلا عشان نبقوا نعرفوا نميزهم من بعض يعني. خلاص تعالى كده مثلا، هو هنا هيروح للدوكيومنت ويكتب لنا هلو 2. تعالى نعمل كده كنترول واس. تعالى كده اما نروح للدوكيومنت، تعالى كده نتك اوكي الاليرت اللي احنا عاملينه. شوف هلو 2 ظهرت معانا اهي. الله. طب بما ان الامر ده زي الامر ده، طب ما احنا كده نكتبه اسهل. ايه لازمه الويندو دي؟ بص، انت عايز تكتب الامر بتاعك من خلال ويندو دوت دوكيومنت، اعمله. عاوز تعمل دوكيومنت بس وتعمل رايت، اكتبه. ليه؟ لان انت ببساطه انت كده ولا كده شغال في البراوزر، فانت مش محتاج كل شويه تفكر البراوزر او تفكر الكود بتاعك انك شغال في الويندو. هو عارف ان انت اصلا شغال في البراوزر، هو عارف ان انت شغال في الويندو، فمش محتاج كل شويه تقول له ويندو. تمام؟ انت مش محتاج كل شويه تقول له ايه افتح لي الايه، روح لي عند الويندو. هو كده ولا كده عارف انك شغال في الويندو. طب ينفع نكتب اليرت بس كده من غير الويندو؟ ايوه. تعالى كده نمسح الويندو دي اللي قبل اليرت اللي بيطلع لنا فيها رساله التحذير. تعالى كده نشوف هيحصل ايه. هيعملها لنا ليه؟ لان هو كده ولا كده اهو ظهرها لنا عادي خلاص. هو كده ولا كده شغال في الويندو، فانت عاوز تكتبها اكتبها. انا بس بعرفك فببساطه كده، وببساطه شديده، ببساطه عادي، ما تقلقش يعني. انت لو مش فاهم حاجه ما تقلقش، انا هفهمها لك دلوقتي. اعتبر ان الجافا، ان المتصفح بتاعك ده عباره عن شقه. الشقه دي متقسمه لاوض. تمام؟ الشقه دي عباره عن الويندو بتاعك. خلاص؟ الشقه دي عباره عن الويندو. تمام؟ وجوه الشقه دي اوضه للدوكيومنت، وفي اوضه تانية للكونسول. خلاص؟ انت دلوقتي قاعد في الشقه وبتشتغل، فانت مش محتاج تقول لكل شويه للكود بتاعك ان احنا في الشقه. هو عارف ان انت في الشقه. تمام؟ فبيروح للدوكيومنت مباشر، بيروح للكونسول مباشر، بيعمل اليرت مباشر. تمام؟ فكل لغه الجافا سكريبت، كل الاوامر موجوده في الويندو. عاوز توصل لها من خلال الويندو خير وبركه، عاوز توصل لها مباشر كده برضو خير وبركه. فده الفرق بين الويندو والكونسول والدوكيومنت. لو انت جيت هنا في الكونسول وجيت تكتب مثلا اي امر انت كتبته هنا، عايز بص هقول لك على حاجه. تعالى كده نشيل ده كله كده، هناخده كده. بص هناخده كل ده قط. شوف احنا هناخده كده كل ده قط، وهنعمله كنترول وهنعمله ايه سيف. تعالى كده نروح كده، كل اللي انت عملته في المكان هنا، كل اللي انت عملته هنا، بص كل اللي انت عملته هنا لو عملنا مثلا كنترول وزد هنا مثلا كده، كل الاوامر دي، كل اللي انت عملته هنا كده تقدر تعمله هنا في الكونسول. هنا هقول لك على حاجه. تعالى نمسح دول خلاص تاني زي ما عملناها، هنعمله هدليت كده خلاص من هنا. تمام؟ ونعمله كنترول واس تاني معلش، ونيجي هنا للكونسول. الكونسول ده يا جماعه انت ممكن لو حد ناسي احنا بنوصل له ازاي، بنيجي كليك يمين كده ونضغط على انسبكت. تمام؟ وبيظهر لك هنا. لو هو ظهر لك في الجنب هنا عادي برضو بتوصل له هنا من الكونسول من هنا، او ممكن تضغط على 3 نقط وتجيبه تحت كده. طيب كل الاوامر اللي احنا كنا كاتبينها هنا ممكن نكتبها هنا. طب تعالى كده نجرب. تعالى كده مثلا نكتب دوكيومنت، هنعمل دوكيومنت. ماشي، ثانيه واحده عشان هو انا مش فاهم هو عاملها ازاي. هنعمل دوكيومنت دوت، هنعمل مثلا رايت، وهنقوم مثلا عاملين ايه هنعمل كده، وهنقوم كاتبين السنجل كود. ثانيه واحده، وهنكتب مثلا هيلو مثلا. تمام؟ وهنقوم عاملين كده، وهنقوم قافلينها وعاملين. دلوقتي الكود ده احنا كنا كاتبينه فين؟ احنا كنا كاتبينه هنا كده، كنا كاتبينه هنا صح؟ طيب الكود ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيروح للدوكيومنت وهيكتب لي هيلو. تعالى كده نضغط انتر. شوف كتب لي في هنا هيلو على طول اهي. خلاص؟ اللي احنا كنا كاتبينها فين؟ اللي احنا كنا كاتبينها هناك في الجافا سكريبت من هنا، احنا ممكن نكتبه هنا في الكونسول. طب احنا ممكن نعمل H1 من هنا، يعني ممكن نعمل H1 زي ما عملناها كده، نعمل H1 في ال HTML هنا، اكننا مش احنا عملنا H1 هنا. لو احنا عملنا كده كنترول وزد كده، فاكر ال H1 ده اللي هو ده اللي هو بيتعمل في البادي هنا،
ركز معايا، اللي هو بيتعمل في البادي هنا مش احنا عملناه من هنا، نقدر نعمله من خلال امر الكونسول. نقدر. تعالى كده هنعمل كده دوكيومنت، ولا تعالى كده يعني لسه هنكتب تاني يعني، بس هو بص تعالى كده مثلا ناخده ده يا عم ماشي هكتبها لك، ده انت رزل بقى. ما هو المشكله ان لوحه المفاتيح عندي بايظه، انا مش عارف اكتب بالبتاع ده اصلا. فهنكتب دوكيومنت رايت، وهنفتحين الكوز سنجل كود، وهنكتب بقى الاتش 1 بتاعنا عادي. هنفتح الوسم بتاعنا اتش 1، وبعدين هنقفل الوسم بتاعنا خالص اهو، هنقفل الوسم بتاعنا اتش 1 واخد بالك، وبعدين هنقوم قافلينه وقافلين وهنقوم قافلينها كده وكده، وهنيجي هنا نكتب هنكتب مثلا ستارت مثلا، انا مش عارف ستارت دي معلقه معايا ليه، وهنقوم واخدين انتر. تعالى كده شوف ظهرت معانا كعنوان اتش 1. عملناه منين؟ من خلال الكونسول. طيب بص يا شباب، لو انت بتطبق معايا فده كويس جدا، فلو انت طبقت معايا فانت كده كتبت اول كود اللي هو كود الطباعه، وكتبت حاجات كتيره. عايزك ترجع لورا وتفهم الفرق بين الويندو والدوكيومنت والكونسول. لو انت بقى يعني خلاص يعني انت كده يعني فهمت الفرق بينهم. طيب دلوقتي ننقل بقى على اللي بعده، وهيجي اللي بعده نعرف انواع المتغيرات. طيب بص مبدئيا كده انا عايز ارتب لك الدنيا دي كده شويه، عشان مثلا مش كل شويه نطلع وندخل. انا كنت عاملها اصلا قبل كده، فهتيجي معايا على طول. انا عاملين كده. بص يا صاحبي، في حاجه عندنا في الجافا سكريبت اسمها المتغيرات. ايه هي المتغيرات دي؟ دلوقتي انت عاوز تقول للمتصفح بتاعك ان في حاجه لها قيمه. يعني انت مثلا ما تقول له مثلا ان عندك مثلا شخص اسمه احمد ده مثلا عمره 25 مثلا، فبتقولها له ازاي؟ يعني انت بتقول له ان في شخص اسمه احمد وعمره 25 ازاي؟ ببساطه عندنا 3 حاجات. اول حاجه اسمها var، بسم الله اسمها var. تاني حاجه اسمها let، تمام let. تالت حاجه اسمها const، تمام. طيب ايه التلاتة دول؟ بص الفار والليت شبه بعض، فاحنا نشرح واحدة منهم وانت طبق على الاتنين. فامسح الفار ده خالص كده، وبستخدم الليت معاك في كل مرة، ما تستخدمش الفار، تمام. طيب ليت دي معناه ان انت بتقول للمتصفح ان انا هعرف لك دلوقتي متغير. طيب طالما كتبت الليت فانت لازم تكتب بعدها اسم المتغير. اكتبوا اي حاجة، اكتب اي اسم، بس شرط ما تكتبش. يعني انت مثلا ممكن تكتب الاسم كده، شوف انا كتبت الاسم عادي بس ما كتبتش هنا، ما في اول الاسم ما كتبتش حرف. خلاص لو حرف كده رقم قصدي، لو كتبت في الاول رقم هيديك غلط. لو عملت مثلا في الاول هاشتاج برضه هيديك غلط. فانت اكتب الاسم اول حاجه تبقى نص، تمام. لو جيت بعد كده كتبت رقم مش مشكله. طيب ده مش موضوعنا، بس يعني معلومه على السريع. انت دلوقتي برضه مش فاهم حاجه. هو انا دلوقتي بص انا هكتب حاجه دلوقتي وهشرحها لك. هنقول مثلا ليت مثلا اكس بتساوي 40 مثلا، خلاص. طيب هو ايه ده؟ هو ايه اللي قدامنا ده؟ هو ايه ليت اكس بتساوي 40؟ انت من الاخر كده انت بتقول للمتصفح او بتقول للجافا سكريبت ان في حاجه عندك دلوقتي اسمها اكس، والاكس دي ليها قيمه، القيمه دي بتساوي 40. طيب وبعدين؟ طيب انا عاوز اوصل لك عاوز اوصل لك ان القيمه دي مش ثابته، انت تقدر تغيرها بعدين. يعني ممكن تيجي كده في السطر اللي بعده وتقول له اكس. يعني الاول بص لو انزل تحت كده، امسح كونسول دلوقتي كده. لو جينا كتبنا هنا مثلا كونسول، لو جينا هنا كتبنا هنا كده كونسول دوت لوج، خلاص. هقول للكونسول اطبع لي انا هقول للكونسول اطبع لي قيمه الاكس دي، اقول له اطبع لي قيمه الاكس دي. فهقول له اكس، هقول له بص كده، اقول له اكس. فين الاكس؟ راحت فين يا اخرى؟ وهاجي من هنا كده واعمل السينيكولا،
تعالى كده نشغل. انا بقول له كده اطبع لي قيمه الاكس، انا بقول له اطبع لي الاكس هنا، فهو هيطبع لي القيمه بتاعت. تعالى كده نشغل، نعمل كنترول واس. شوف هو هنا في الكونسول طبع لي ايه؟ هنا طبع لي 40 اهو. هو هنا طبع لي 40 في الكونسول اهو. طيب ليه؟ لان المتغير هنا انا حاطط له قيمه 40. طيب تعالى كده لو جينا تحت، هو اسمه متغير، من اسمه احنا نقدر نغير القيمه بتاعت الاكس دي. تعالى مثلا هنا كده نقول، نرجع تاني نقول له، مش هنرجع تاني نقول له ليت اكس. انت كده لو رجعت كده كتبت له ليت اكس، فانت كده بتغير بتعرف متغير تاني اصلا، فما ينفعش. انت كده بتعمل متغير جديد. لا، انت بتكتب المتغير بقى على طول. طالما عرفته مره واحده هنا، انت عرفت المتغير هنا مره واحده اهو، خلاص بتنادي عليه كده، بتنادي عليه مره، انت بتعرفه كده مره واحده، وما تيجي تنادي عليه بتنادي عليه باسم المتغير اللي انت عامله. تمام. فانا هقول له اكس بتساوي ايه؟ بتساوي مثلا، وسع الدنيا على نفسك كده، هنقول له الاكس دلوقتي بقت بتساوي مثلا 20 مثلا 20. اقفل السينيكولا. بص يا سيدي، دلوقتي هو هيطبع لي ايه في الكونسول هنا؟ هيطبع لي ال 40 ولا هيطبع لي ال 20؟ تعال كده نجرب، تعال نعمل كده كنترول واس. طبع لي ال 20. ليه؟ اخر قيمه اللي هو انا دلوقتي قلت لك ده متغير. خلاص، المتغير ده اسمه اكس. انت رحت قلت للجافا سكريبت، يا جافا سكريبت انا عملت لك متغير اسمه اكس قيمته 40. تمام. الجافا سكريبت قالت لك ماشي تمام، انا دلوقتي عندي حاجه اسمها اكس، والاكس دي بتساوي 40، قيمه 40. رجعت انت قلت له يا جافا سكريبت خلي الاكس دي قيمتها 20، قالت لك ماشي، هي كانت 40 بس انا هخليها 20 زي ما انت قلت. خلاص، ده المتغيرات. طيب ايه الكونست بقى؟ تعالى كده نمسح دي. الكونست زي الليت دي زي الفار، خلاص هي الفار، هي نفس الكلام. طيب الكونست، لو انا جيت هنا مثلا بدل الليت دي كتبت كونست، الكونست دي برضه انت بتعرف بقى متغير، بس هنا بقى متغير ثابت. الليت متغير مش ثابت، يعني متغير ان انت هتقدر بعد كده تغير قيمته في السطر اللي بعده، تغير قيمته. لكن الكونست هنا ما ينفعش، انت بتدي للمتغير بتاعك قيمه وما ينفعش تغيرها بعد كده. لو انا جيت قلت له الاكس الاول كده، تعال نطبع كده قيمه الاكس دلوقتي. تعال كده نطبعها، تعال كده نتك كنترول واس 40. قال لي انت دلوقتي عملت له متغير ثابت ب 40. تعال كده نعمل بقى زي ما عملنا في الليت. تعال كده نعمل اكس بيساوي 20 زي ما عملنا في الليت. تعال كده بسم الله 20. تعال كده نعمل كنترول واس على طول، خطأ في وش عشان انا زهقت منك اصلا وتعبت. طيب ليه بقى؟ لان هنا انت ما ينفعش تعمل متغير، ما ينفعش تغير قيمه متغير ثابت. الكونست هنا انت بتعرف له ان في حاجه اسمها اكس بتساوي 40، وبتقول له ان الاكس دي هتفضل بتساوي 40 وما تغيرهاليش على كده. فانت لما ترجع تاني تقول له غير لي قيمه الاكس ب 20، هيقول لك هو لا، انت مش قايل لي يا عم انت ان المتغير ده ثابت ما بيتغيرش. تمام. في الليت انت قلت له، انت عرفت المتغير ب 40، اما رجعت تاني وقلت له غير لي قيمه المتغير ده، قال لك ماشي، لان الليت بتسمح لك بكده، لكن الكونست ما بتسمح لكش بكده، بتبقى متغير ثابت ما بتقدرش تغير قيمته بعد كده. خلاص. طيب في حاجه مش فاهمها انا، لو انت مش فاهمها بجد انا تعبت، انا مش عارف اشرح لك دلوقتي عشان تعبت والله. فبص هقول لك على حاجه، لو انت ما انتش فاهم النقطه دي بقول لي بس كده وانا اعمل لك فيديو قصير عنها. تمام. سيبك منها، يعني هي حاجه سهله وهنرجع لها تاني دلوقتي. تمام. طيب عاوزين نعرف ايه بعد كده؟ عاوزين نعرف انواع البيانات. في حاجه اسمها في اللغه، اي لغه برمجه في حاجه اسمها انواع بيانات. وانا من هنا يعني عايزك تكتب معايا انواع المتغيرات اللي انا كتبتها دي، ترجع وتكتبها تاني كده في ورقه وتفهم هي بتعمل ايه. تمام. وتفهم معايا انواع البيانات اللي انا هقولها لك دلوقتي دي وتكتبها. بص، انواع البيانات دي من اسهل الحاجات اللي هتقابلك في حياتك. بص، الجافا سكريبت لها انواع بيانات اساسيه وانواع بيانات غير اساسيه. طيب احنا النهارده هنعرف انواع البيانات الاساسيه، وخلي الانواع البيانات الغير اساسيه بعدين، هنعرفها بعدين. ماشي. البيانات الاساسيه اللي احنا نعرفها النهارده. طيب انا اصلا ما اقول لك انواع بيانات ولا اقول لك ده، طيب انت ممكن تتوه مني
وهحتاج وقت كتير عشان اشرح لك، بس انا هشرح لك بسهوله. يعني انت مثلا دلوقتي احنا كبشر يعني عندنا عقلنا ده بيقدر يحلل بيانات ايه. احنا عندنا 5 حواس: التذوق، السمع، البصر. الحواس دي بالنسبه لعقلنا هي بيانات. خلاص. طيب الجافا سكريبت ايه البيانات اللي هي بتقدر تحللها؟ يعني احنا عقلنا بيقدر يحلل البيانات اللي هي الحواس بتاعتنا، اللي هي البيانات اللي هي ايه، التذوق والسمع والبصر وهكذا. طيب الجافا سكريبت بتحلل ايه البيانات اللي هي بتحللها؟ مش بقول لك تعبت والله، انا هنكت. الجافا سكريبت لها انواع بيانات. طب ايه هي الانواع البيانات بتاعت الجافا سكريبت، او ايه هي الحواس بتاعت الجافا سكريبت؟ اول نوع بيانات معانا وهو الارقام اللي هي ايه؟ النمبر، الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة، وبيشمل الارقام برضو العشرية اللي هي 1.5، 1.7، 1.8. على فكرة في اي لغة تانية هيقول لك الارقام الصحيحة اللي هي 1 2 3 دي نوع بيانات لوحده، والارقام العشرية دي نوع بيانات لوحده. بس في الجافا سكريبت اللي احنا بنتعلمها النهاردة النمبر ده نوع بيانات، النمبر ده نوع بيانات لوحده، النمبر ده نوع بيانات اللي هو الارقام الصحيحة، والارقام العشرية نوع بيانات لوحدها. خلاص. طيب يبقى اول حاجة معانا ايه؟ النمبر ده نوع بيانات. طب تاني نوع بيانات اللي هو النصوص، زي مثلا احمد خالد ده نصوص. استرنج يعني نص. تمام، خليك عارفها كده، استرنج يعني نص. طيب ده نوع بيانات، ده تاني نوع بيانات معانا. طيب النمبر ده بيتكتب ازاي؟ النمبر ده بيتكتب كده من غير اي علامات تنصيص، من غير اي حاجه، بيتكتب الرقم بس مباشر كده على طول. تمام. طب النص بيتكتب ازاي؟ النص بيتكتب بين علامتين التنصيص، سواء اللي هي علامتين التنصيص السنجل او ايه المزدوجه دي. تمام. يا دي طالما انت كتبت اي حاجه داخل العلامات دي تعتبر نص. حتى لو انت كتبت ارقام بين علامتين التنصيص، الجافا سكريبت هتعتبر الارقام دي نص. الارقام بتتكتب كده بس بالشكل ده، لكن اي حاجه بين علامتين التنصيص دولت كده اصبحت اللي جوه علامتين التنصيص دولت نص، ايا يكن اللي جوه بقى. تمام. رقم، نص حقيقي، ايا كان. تمام. طيب النوع الثالث البوليان ده اللي هو الصح والخطا. هتقول لي يعني ايه؟ ما انتش فاهم. اقول لك هفهمك. انت مثلا دلوقتي لو جيت مثلا قلت لجهاز الكمبيوتر مثلا واحد لا ثانية واحدة، هنقول مثلا 5 أكبر من 1، ده صح ولا غلط؟ ده صح، ترو، ده هيدي لك ترو. خلاص. طب لو جيت هنا وقلت له مثلا 9، كده هيدي لك فولس. يبقى البوليان ده نوع بيانات ترو او فولس، يعني منطق اللوجيك. خلاص، حاجه منطقيه يعني. طيب دلوقتي ناقص يا ربي الاندفايند. خلينا مثلا في الاندفايند. انا تعبت، انا قاعد بناحي ليه؟ طيب النوع الرابع معانا من البيانات اللي هو ايه؟ undefined، يعني حاجة ملهاش قيمة. الحاجة اللي ملهاش قيمة. يعني ايه الحاجة اللي ملهاش قيمة؟ تعالى بس كده افهمها لك عشان انت دي مش هتعرف تفهمها. بص، هنقوله مثلا هنعرف متغير ونقوله let x. تمام. وبس على كده، مش هنديله اي قيمة. احنا مش هندي للمتغير اللي احنا عرفناه ده قيمة. وهنيجي كده في الكونسول هنقول له روح في الكونسول واطبع لنا قيمة المتغير اللي اسمه ايه؟ اكس. انت ببساطة قلت للمتصفح يا متصفح في حاجة عندك اسمها اكس، بس ما قلتلوش الاكس دي بكام. تمام. وقلت له يا متصفح هات لي قيمة الاكس دي واطبعها لي في الكونسول دوت لوج مثلا. وهنقوله مثلا الاكس، اطبع لنا الاكس دي. دلوقتي هو هيطبع لنا ايه؟ تعالى كده عشان بس هنمسح دولت دلوقتي مؤقتا. تمام. عشان ما يعمل لناش خطأ. هنقوم عاملين كده وهنقوم عاملين كنترول واس. شوف هو طلع لنا ايه؟ undefined. لسه بنمسح undefined دي كمان. تمام. هو هنعمل كده كنترول اس
طيب هو كده طلع لنا ايه؟ undefined ده نوع بيانات اللي هو الحاجه اللي ملهاش قيمه. هو بيقول لك دلوقتي ان اكس دي ملهاش قيمه. هيبقى هجيبها لك منين؟ هو ما انت ما اديتلوش قيمه منها. لو انت مثلا جيت تحت كده وقلت له خلاص الاكس دي ادي لها قيمه، اي قيمه، ما خد بالك دي ليت، انت ممكن تدي لليت اكس دي تدي لها قيمه بعدين، لكن الكونست ما بتديلهاش قيمه، لازم في نفس السطر تدي لها ايه؟ القيمه بتاعتها. هنا مثلا هنلود مثلا ليت اكس، لو جينا هنا وقلنا الاكس بيساوي اي حاجه بقى، لو قلنا مثلا الاكس بيساوي مثلا 4 اي نيله، وجينا قلنا كنترول واس هيقول لك 4 خلاص. طيب لما نمسحوا القيمه بتاعتها كده نتك كنترول واس هيقول لك undefined، يعني الاكس دي مش موجوده. مع ذلك لو احنا مثلا عملنا مسحنا الليت اكس دي خالص، هي دلوقتي مفيش حاجه موجوده اسمها اكس اساسا، تمام؟ لما نيجوا هنا نتكوا كنترول واس هيقول لك ايه؟ is not defined. هي يعني خلاص، المهم تكون وصلت ماشي. هنعمل هنا كنترول وزد عشان احنا قلنا كام بيانات، عشان مش فاكر والله، انا عايز انام اصلا. ما كفايه عليكم نبقى نكمل في فيديو تاني يا جدعان ولا ايه الدنيا؟ ماشي يا عم، احنا كده عملنا الاندفايند. ايه اللي جاي تاني؟ اللي جاي تاني نل، اخر نوع، اخر حاجه هقولها لك دلوقتي النل كده. النل دي اللي هو برضو ولا حاجه، يعني ايه الفرق بينها وبين دي؟ دلوقتي هقول لك على حاجه. انت مثلا جيت مثلا هنا وقلت مثلا let x بتساوي 40 مثلا، خلاص. فاحنا لو قلنا كونسول دوت لوج هيطبع لنا كلمه الاكس دي ايه؟ 40، ما احنا عملناها قبل كده. طيب لو جيت هنا وقلت له احنا عملنا المتغير من نوع ليت، لو احنا جينا قلنا له كده تحت كده ان احنا عاوزين نغيره القيمه دي ونقول له مثلا اكس، يعني نقول له اكس بتساوي نل دي يعني ولا حاجه. دي معناها ايه؟ دي ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا ان انت كده بتقول له، يعني انت جيت هنا وقلت للمتصفح يا متصفح انت عندك متغير اسمه اكس وقيمه الاكس دي بتساوي 40، ورجعت تاني قلت له تحت ان الاكس بتساوي نل. يعني انت ببساطه قلت له يا متصفح، مش انا قلت لك قبل كده ان في متغير اسمه اكس وبيساوي 40؟ امسحه لي بقى، مش عاوز اشوفه تاني، اكنه مش موجود. بس النل دي انت اللي بتعملها، يعني المبرمج او انت اللي بتكتبها، انت بتعملها بشكل متعمد. اما تعوز مثلا ايه تعطل حاجه في الكود او تمسح، يعني مش عاوز مثلا قيمه تخفيها او فانكشن تعملها، فبتقول مثلا اسم الفانكشن دي او اسم المتغير مثلا وتقول له نل، فهو كده مثلا خلاص يعني هيبقى مش هيش، ولكنها موجوده. طب undefined مش انت اللي بتحط undefined هي اللي بتجيلك. لما تقول له مثلا console دوت لوج مثلا اطبع لي قيمه الاكس وهي مش موجوده، هيقول لك مش لاقيها والله، انت فاهم؟ لكن انت مثلا بيبقى في حاجه موجوده وانت عايزها مش موجوده، فانت بتعملها بنل بس كده. فده برضو نوع بيانات. طيب بص بقى يا صاحبي، احنا مش قلنا ان الانسان عنده 5 حواس، والحواس دي عقلنا بالنسبه لعقلنا بيانات، فعقلنا بيقدر يحلل الحواس دي على انها بيانات. فاحنا ببساطه الجافا سكريبت لها برضو بيانات، البيانات بتاعتها الارقام، النصوص، او لها حواس، الحواس بتاعتها الارقام، النصوص، الترو والفولس. نسيت انا اكتب لك ترو والفولس اللي هي الحياة المنطقية، تمام؟ يعني مثلا 1 اكبر من 2 ده فولس، ده مش ترو، خلاص. طيب الاندفايند اللي هي ولا حاجة، والنل برضو اللي هي ولا حاجة. طيب احنا كده عاوزين ايه تاني يا ربي؟ انا عايز انا كده عرفت انا عايز ايه، انا عايز طيب في حاجة انا عاوز اقولها لك دلوقتي. احنا عرفنا انواع البيانات كلها خلاص، وكتبناها، انت اكيد كتبت ورا ان شاء الله، يعني تكون كتبت. طيب
لو انت عاوز تعرف اي نوع بيانات بتعرفه ازاي؟ يعني مثلا انت دلوقتي مثلا عندك مثلا هنعرفه متغير، مثلا نقوله ليت اكس بيساوي مثلا 20 مثلا 40 ماشي. وبعدين هننزله تحت كده هنعمل كونسول هنقوله كونسول دوت لوج، وهنقوله ايه، هنعمل ايه هنا بقى؟ هنعمل تايب اوف. طيب هنكتب كده تايب اوف. هو ايه التايب اوف ده؟ تايب اوف دي بتعرفنا اي نوع بيانات اللي هنتعامل معاه. مثلا لو احنا قلنا تايب اوف اكس مثلا، هو هنا هيعمل لنا ايه؟ هيجيب لنا نوع البيانات بتاع الاكس دي. يعني مثلا احنا عملنا كده اهو، لو احنا عملنا كنترول واس سيف نمبر، قال لي نوع البيانات ده ايه؟ نمبر. قال لي ده نوع البيانات بتاعته نمبر. طب شايف اقول لك على حاجه، مش ده رقم لو احنا حطيناه بين علامتين التنصيص هيصبح ايه؟ هيصبح نص. ما انا قلت لك اي حاجه بين علامتين التنصيص بقت ايه؟ بقت نص. حتى لو رقم. تعالى كده انه احنا هنجيب التايب اوف اهو، يعني نوع البيانات بتاع المتغير ده ايه. تعالى نعمل كده كنترول واس مع بعض. قال لك سترينج، وسترينج يعني ايه؟ يعني نص. خلاص. طيب هو النوع البيانات التاني بولين. احنا كده عرفنا الارقام النصوص تتكتب بين علامات التنصيص والارقام عادي. طب البولين اهو، مثلا هنقوله مثلا ليت اكس مثلا 5 اكبر مثلا من ايه؟ هنقوله اكبر من 1. تعالى كده نطبع التايب اوف بتاع الكلام ده كده، 5 اكبر من 1. تعالى كده نعمل كنترول واس. قال لك بولين، ده حاجه منطقيه يعني اللي هو ترو، ده كده ترو. لو احنا مثلا حطينا 9 هنا يبقى فولس. ونوع البيانات دي ايه؟ بولين اللي هي ترو او فولس. طيب ايه التاني الحاجات اللي فاضله؟ الاند فايند اللي هو بيساوي ايه؟ ولا حاجه. مش احنا عملنا كده اللي هو ولا حاجه، اللي هو ما بيساويش حاجه خالص اهو، اللي هو كده ولا حاجه. تعالى كده نعمل كنترول واس اند فايند بقى كل ده، امسح لي بقى كل ده. وتعالى كده في حاجه بقى ايه هنعرفها تاني، اللي هي ايه؟ الدمج في الجافا سكريبت. تعالى الاول نعرف العمليات الحسابيه. هو انا مش عارف، محتاج اقول لك ان انت ممكن تعمل اي عمليات حسابيه بالجافا سكريبت، يعني مثلا زي الضرب، الجمع، اي حاجه انت عاوز تعملها اكنها، بص اعتبرها آلة حاسبه. هتعملها ازاي مثلا؟ يعني انت مثلا اقول لك على حاجه. تعالى مثلا نعمل مثلا متغير هنقوله متغير ليت. هنقوله ليت مثلا ايه؟ اكس بيساوي، هنقوله ليت اكس بتساوي مثلا ليت اكس بتساوي 10. تمام. وهنعملها كده، وهنيجي تحت كده هنعمل متغير تاني ونقوله ليت ماشي واي. هنقوله مثلا ليت واي تمام بتساوي مثلا 1. خلاص. تعالى هنا بقى نعمل كونسول هنقوله كونسول دوت لوج وهنقوله كده فاتحين قوس بتاعنا، وهنقوموا ايه كاتبين ايه؟ هنقوله له اجمع لي الاكس والواي. هنعملها ازاي؟ ببساطه هنقول له اجمع لي الاكس، هنقول له اكس واخد بالك زائد ايكوال تمام الواي. هو هنا هيعمل ايه؟ هو هنا هيجمعهم لي. هو ببساطه هنا هيعمل ايه؟ هو هنا هيجمعهم ليه؟ انت هتقول له الاكس. طب الاكس هنا قيمتها ايه؟ 10. ما انا لو مسحت ال10 ده هيقول لي اند فايند، بس هنا الاكس قيمتها ايه؟ 10. طب والواي قيمتها ايه؟ 1. لما اقول له اجمع لي الاكس زائد الواي هيبقى هيديني ايه؟ هيديني 11 اهو، 11 اهو. طب تعالى مثلا نعمل مثلا هنا اي حاجه تانية، نعمل مثلا كنترول وسي، وهنعمل كنترول وفي. تعالى مثلا نعمل ناقص مثلا، هيدينا ايه؟ يبقى اول مره جمعهم لي ب11 وتاني مره ايه؟ طرحهم لي ب9. احنا ممكن نعمل حاجات تانية، احنا ممكن نعمل ضرب مثلا.
تعالى مثلا نعمل كنترول سي. احنا هنا ممكن ايه دي النيل عليا. تعالى مثلا ايه نعمل ضرب. هنعمل كنترول وفي. مش قلت لك انا تعبت. انا اصلا النهارده كان يوم طويل اصلا والله العظيم. هنعمل كنترول وسي تمام، وهنيجي هنا هنعملها كنترول وفي. هنعمل هنا كنترول وفي. تعالى نضربهم في بعض. تعالى مثلا نقوم عاملين كده ضربينهم في بعض. العشرة في واحد بكام؟ ب10 تمام. فهو المفروض يقول ل10 دلوقتي. او كنترول ويس 11 9 10 تمام. اول مرة جمعهم لي، تاني مرة ضربهم لي. وعيش انت بقى. بص كل اي حاجة تيجي في دماغك اعملها. انت فاهم؟ اسمع اضربهم، اعمل اللي بتعمله. طيب انا عاوز هنا اوصل لك كمان معلومة. بص اقول لك على حاجة. شايف علامة الجمع دي؟ الجمع ده اللي هو بيقول لك ايه دلوقتي؟ احنا هنقول له اكس، اجمع لنا الاكس تمام زائد الواي. هي الواي راحت فين في لوحة المفاتيح؟ والله ما انت شايف. الاكس زائد الواي تمام. اقفل البتاع ده، انا مش عارف هو ما يعرفش ليه. تمام. بص يا سيدي، انا هنا عايزك تعرف ايه دلوقتي. قيمة الاكس دي ايه؟ رقم نمبر، اللي هو قيمة الاكس نمبر 10. طيب وقيمة الواي دي ايه؟ 1. لما اجي اجمعهم هيديني كام؟ هيديني 11. تعالى كده بص في الكونسول، اداني 11 هنا اهو. طيب انا دلوقتي لو جيت هنا مثلا وقلت له مثلا ايه ان قيمة الاكس دي مش رقم، ان قيمة الاكس دي مثلا نص. النص ده هنعمله ازاي؟ هنعمله كده. يعني مثلا هقول لك على حاجة. مش انا قلت لك ان اي رقم بين علامتين التنصيص جافا سكريبت هتتعامل معاه كأنه نص؟ كأنك بالظبط كاتب هنا مثلا احمد مثلا، او كأنه كاتب نص هنا كده. فالجافا سكريبت بتتعامل بين اي حاجة بينها علامتين التنصيص بتعتبره نص. طب هنا بقى نص، هنا كده بقى قيمته نص، ما بقاش قيمته رقم. ينفع يتجمعوا؟ اصل ده نص وده رقم. هو انت ينفع تجمع رقم ونص؟ اقول لك ما ينفعش. طب بالنسبه للجافا سكريبت هتعمل معانا ايه؟ تعالى كده نشوف. ده طلعت لنا 101. هو ايه اللي 101 ده؟ افهمك. بص يا صاحبي، شايف انا لو جيت هنا بالماوس وعملت مثلا مسافه كده. شايف المسافه دي؟ شايف المسافه اللي انا عملتها دي؟ المسافه دي اصلا نص. ما هو دي مش فاضي كده. اي حاجه بين علامتين التنصيص تعتبر نص حتى لو مسافه. تخيل انت بقى لو كاتب ارقام فهي نص. طب هو هنا طلع لنا 10 101 ليه؟ لان بص دلوقتي طالما انت احد الاطراف في عمليه الجمع لو بقى نص، لو جبت اي نص، لو جبت مع الرقم نص، هنا ما اصبحتش عمليه جمع، هنا اسمها عمليه دمج. دمج يعني ايه؟ يعني هيجيب لك النص ده ويحطه لك كده، وبعدين يجيب لك الرقم ده ويحطه لك كده، يحطهم لك في ريح بعض، بيدمجكم لك في ريح بعض. انت مثلا عايز مثلا تقول له مثلا ايه، انت مثلا عندك مستخدم عمره مثلا 25، فعاوز تدمج مع عمر المستخدم ان ايج مثلا، فعاوز تقول للمستخدم ان ده عمره الايج 25، بدل ما تكتب 25 بس بتطبع عمره ايج 25. فهمت؟ بدل يعني ده الدمج. يعني هقول لك انا هفهمها لك دلوقتي. شايف المسافه اللي احنا عملناها دي دلوقتي؟ شوف ايه اللي هيحصل هنا. انا متاكد كنترول واس. شايف الواحد بعد ازاي؟ المسافه اللي احنا كتبناها هنا انطبعت هنا. دي ال10 انطبعت كنص مش كرقم. هنا ال10 دي انطبعت كنص، تمت طبيعتها في الكونسول كنص، والواحد ده انطبع كرقم. طب انا ينفع ادمج نص ونص؟ انا هنا بدمجه كنص، انا هنا بدمج نص ونص. يعني مثلا لو جيت هنا وعملت قيمه الواي دي نص هنا، انا لو عملت لها قيمه الواي دي نص هنا، ايه اللي هيحصل؟ ما قلت لك دمج، هيحصل عمليه دمج. هو هنا هيحصل عمليه دمج. انا لو عملت مثلا كده كنترول واس نفس الكلام. هو هنا طبع لنا ال10 كنص وطبع لنا الواحد كنص. تمام. لو انا مثلا كتبت مثلا 10 مثلا ايدج مثلا اهو ايدج، اصل ده نص خلاص.
هيعمل لنا ايه 10 ايدج. احنا كده بنطبعه بندمجه. طيب تعالى كده بقى نخلوهم زي ما كانوا مثلا. تعالى كده نخلوهم زي ما كانوا مثلا. هنقوله هنا كان 1 وهنخلوه هنا مثلا ايه 10 زي ما كانت. طيب تعالى هنا بقى في الكونسول دوت لوج احنا بنقول له روح للكونسول واطبع لنا قيمه الاكس وقيمه الواي. طب احنا لو عملنا كده، لو عملنا الاكس كده، عملنا الاكس كده اهو وحطيناها في سترينج كده، عملناها كنص كده، دلوقتي هيطبع لنا ايه؟ لو انت حليت دي، لو انت قلت لي ايه اللي هيحصل هنا يبقى انت فهمت. انت لو قلت لي ايه اللي هيحصل هنا انت فهمت. خد بالك هو هنا انا بقول له اطبع لي الاكس دي، اطبع لي النص ده وفريحه قيمه الواي. ها حلتها؟ لو حلتها قول لي انت حلتها في التعليقات، بس انا هقول لك انت ممكن ما تحلهاش. بص احنا هنا ما بنناديش على المتغير، احنا هنا ما بنناديش على المتغير ده، احنا هنا ما بنقولش للكونسول اطبع لي قيمه المتغير ده. ليه؟ لان احنا كاتبينه بين علامتين التنصيص. علامتين التنصيص دي معناها ان انت بتكتب نص، والنص اللي بتكتبه هنا ملوش عليه اي علاقه باللي انت عامله هنا. انت بتكتب هنا نص، انت هنا ممكن تكتب له مثلا اي حاجه ماشي. فانت ما تقول له اكس زائد واي هيطبع لك اكس، هيطبع لك اكس حرفيا، مش هيطبع لك قيمه الاكس دي، لا هو هيطبع لك الاكس اللي انت كاتبها هنا كنص. تمام. وهيضيف لك عليها ايه قيمه الواي، لان انت هنا حاطط الواي كمتغير، انت بتنادي هنا على قيمه الواي دي، مش حاططها كنص بتقول له اطبع لي الواي دي كنص، لا انت حاطط له الواي بيقول له هات لي قيمه الواي دي. قيمه الواي دي 1. طب هنا اكس، تعالى كده نحط بس مسافه. طيب نحط بس مسافه كده، فهنا هيطبع لك ايه اكس 1. تعالى كده نعمل كنترول ويس. شوف هنا طبع لي ايه، هنا طبع لي اكس حرفيا، طبع لي حرف الاكس عشان انا حاطط له الاكس ده جوه سترينج، جوه النص، جوه علامتين التنصيص كده اصبح نص. لو انا مسحت كده بص يبقى انا كده بقول له ايه، يبقى انا بقول له كده روح لي هات لي قيمه الاكس دي واجمعها لي مع قيمه الواي دي. تمام. لو راح هنا لقى قيمه الاكس هنا نص هيطبع لك قيمه الاكس اللي هنا سواء نص او نمبر. لكن انا لو جيت هنا وقلت له ان اطبع لي النص ده، اطبع لي النص ده زائد قيمه الواي، هو هنا انا بقول له اطبع لي النص ده، انا محدد له النص اهو، انا كتبت له النص اهو، ما قلتلوش بقى روح هات لي قيمه الاكس دي، لا انا قلت له النص ده خلاص. فاحنا كده عرفنا الفرق بين العمليه الحسابيه الجمع والدمج. اي نص مع عدد مع نمبر دي هتتحول لعمليه دمج. انما لو اي رقم مع اي رقم كده اصبحت عمليه حسابيه. لو انا عملت اكس كده اصبحت هي عمليه حسابيه. تمام. انا لو كده عملت كنترول اس كده اصبحت عمليه حسابيه. عملت هنا نص خلاص او هنا نص كده اصبحت عمليه دمج. طيب ده ينفع مع اي حاجه تانية غير الجمع؟ يعني مثلا انا لو عملت مثلا بالناقص او كده لا ما ينفع. يعني لو جيت هنا وعملت مثلا ناقص كده، لو انا عملت مثلا ده الاكس ده مثلا نص زي ما حضرتك شايف كده، انا عملت ايه؟ انا بوظت الدنيا، انا تعبت، انا حاسس ان انا بعيد الكلام صح؟ والله انا حاسس ان انا بعيد الكلام يا اخي. طيب انا لو جيت هنا وقلت ايه نص مثلا، عملت مثلا انا نص، انا مثلا لو عملت هنا النص مثلا اكس او دي او اف اي نيله. تمام. لو انا قلت له النص ده اطرحه لي من القيمه دي، ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لي عمليه دمج برضو زي الزائد زي الايكوال؟ لا ما فيش الكلام ده. هو ده الكلام ده بيتم مع ايه؟ هيقول لك نان نوت ا نمبر. تمام. ودي قيمه اصلا موجوده في الجافا سكريبت، هيقول لك نان نوت ا نمبر. طيب ده الدمج بيحصل بس لما يكون عمليه بالزائد، سواء انت عاوز تدمج نص مع نص، نص مع رقم، عاوز تجمع بقى رقم مع رقم يبقى تكتب برضو الزائد، وهي هتتحول من عمليه دمج لعمليه ايه جمع. طيب يا جدعان انا خلاص كده مش مكمل. انا كده بص انا طول النهار النهارده معاك، انا طول النهار شغال تمام، وجاي من الشغل تعبان وجاي ايه اصور لك واسجل لك، فانا كده مش قادر اكمل. بس انا يعني
انا هخلص الفيديو ده ارفعه واكمل لك في فيديو تاني، تمام؟ زي كلمة تشغيل كده. على فكرة اللي احنا اتعلمناه النهارده ده، في ناس والله بتنزل كورس يعني 15 16 فيديو وتقول لك في الحاجات دي، والله زي ما بقول لك كده، تلاقي 15 16 فيديو وتعمل فيه حبة الحاجات اللي احنا عملناها، وهم اصلا يعني يعتبروا حبة معلومات قليلة. بس احنا طولنا في الفيديو عشان والله انا غرضي انك تفهم، انا غرضي بس انك تكون فاهم. مش انا ممكن اقول لك اعمل كده واعمل زيي، مش هناخده نص ساعة، تمام؟ انا هقول لك اعمل زي ما بتعمل، دي بتعمل كده عشان تعمل كده وخلاص. لكن انا والله الغرض مني ان انا عايزك تبقى فاهم، بحيث ان انت بعد كده تعرف تطبق لوحدك. فاحنا الفيديو اللي جاي هنكمل ده ان شاء الله باذن الله، وهنعمل مشروع كامل، مشروع مش صغير ان شاء الله، هنعمل مشروع كبير مع بعض، بحيث ان احنا نطبق كويس، ومش هسيبك الا لما تكون بتعرف تطبق لوحدك ان شاء الله باذن الله. وكده النهارده خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.